السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفة تاع نهار اليوم. وصفة كؤوس السعادة. هاد الكؤوس يجوا بزاف بنان بخليط، يعني راح نكونوا بالشوكولا والشوكولا البيضاء. يعني تقدري انتي تغيري فيهم. الوصفة بزاف بنينة. يلا نبداو في المقادير طريقة التحضير على بركة الله. نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نبداو على بركة الله. راح نبداو بالجينواز. اول حاجه راح نخدموا جينواز اقتصاديه وبزاف خفيفه اللي راح يكون فيها 2 حبات تاع البيض. راح نفصل البياض على الصفار، ندير البياض بجيه والصفار بجيه. نحن نطلعوا هذاك البياض على حتى نتحصلوا على شكل منقار العصفور، يعني حتى يطلع لنا هذاك البياض تاع البيض كما راكم تشوفوا. كي نخلط غير شويه بالباتور ويبدا يشكل لي رغوه، راح نزيد عليه كميه تاع السكر اللي هي نصف كاس، ما يعادل 5 ملاعق يكونوا بومبي كبار تاع السكر. ندير النصف في البياض والنصف نخليه للصفار. نجو هنايا بعد ما طلعت هذاك البياض، والبنات كان طاحت لي فيه للامانه كان طاحت لي فيه شويه عصفر، ما تحصلتش على هذاك المرق اللي يكون يعني جامد. المهم هكا والوصفه كانت ناجحه. المهم نعطيكم نتوما الوصفه بالتدقيق ونعطيكم الاخطاء اللي طحت فيهم. 2 صفار بيض، زدت عليهم هذوك 2 ملاعق تاع السكر اللي كانوا باقيين عفوا، وزدت عليهم ربع كاس تاع الزيت، وانا نخلط بالباتور ودرت لهم معيطر القهوه، وزدت عليهم نص كاس تاع الحليب. بعدها نحبس الباتور ونجي ندير كاس مملوء تاع فرينه، يعني وكيس تاع خميره كيميائيه و2 ملاعق تاع الكاكاو. نصفي هاد الفرينه والكاكاو والخميره الكيميائيه ونجي غير بالصفايه البنات هكا باش نقلعوا هذوك الحبيبات اللي يكونوا في الفارينه وفي في الكاكاو، نوخروهم. نكمل نخلط بالباتور عادي، يعني ما يصرى لها والو. خلط بالباتور حتى اللي تحصل على واحد الخليط يكون نوعا ما ثقيل، يعني ما يكونش خفيف، يكون شويه ثقيل. راح نزيدوا عليه هذاك البيض اللي كنا طلعناه، وراح نتحصلوا على واحد الجينواز اللي تجي بزاف بنينه بزاف خفيفه. مملوق تاع القهوه يجي فيها، يعني ما شاء الله انتي طيبي فيها وتشمي فيها ديك الريحه تاع القهوه روعه. تقدري ديري الكراميل، تقدري يعني انتي عندك الاختيار، تقدري ما ديريها فاني تستغني على هذوك 2 ملاعق تاع الكاكاو، تضيفيهم 2 ملاعق تاع الفرينه. هذا مكان كنت ضفت هذاك الخليط تاع اللي كنا خلطناه تاع الكاكاو والفرينه، ونضيفه على بياض البيض، وراني ندخل فيه بهذه الطريقه يعني من الفوق لتحت. في هذه المرحله شعلت الفرن تاعي على 160 درجه. نجيب بالبلاطو تاعي اللي فيه القطر تاعه 30 على 40 على 30، فرشته بورقه طهي، ونوزع هذا الجينواز كاملة على السنيوة تاعي. نعطيها سطح مستوي، لازم الوجه تاعها يكون على استقامة واحدة. حنفرغ كامل هذا الخليط تاعي ونسقمه، وراني شاعله الفرن تاعنا كيما قلت لكم على 160 درجة. ندخلها شوفوا كي تكون الجينواز تاعكم بذوق الشوكولا، يعني ما راحش تدي لكم كي يكون فيها الكاكاو ما راحش تطيب معكم بزاف. شوفوا عندكم 8 دقائق حتى 10 دقائق تكون كافية. نشعلوا لها من تحت كي تحمر مع الاطراف، نزيد نشعلها من الفوق تدي يعني ابان هكا، ونخرجها. بعد ما ديت المسكوتشو تاعي ولا الجينواز تاعي طيب، نروحو نحضروا الكريمه اللي راح فيها 2 كيسان ونص تاع الحليب، ما يعادل نصف لتر تاع الحليب. راح ندير عليها المايزينا اللي هي 3 ملاعق كبار، يعني يكونوا بومبي غايه. وراح نزيد عليها 6 ملاعق تاع السكر عفوا يبقى اختياري على حساب الحلاوه انتي اللي راح اللي يعني اللي الذوق. الا كان انتي باغي تزيدي شونتي انا نقول لك نقصي السكر، بس انا كنت راح نزيد كريمه الطازجه يعني كريم فريش، على بها زدت شويه في الكميه تاع السكر. هنا درتهم مع التحريك المستمر، كنت درت شويه تاع لافاني حطيتهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى عقدت معايا. زدت لها بعد ما قلعتها من فوق النار زدت لها مغرفه تاع مارغرين، وراح نفرغها هكا فوق فوق هكا صحن يكون محلول، ونغطيها بكيس ملامس لسطح الكريمه هكا باش ما تديليش هذيك القشره، و... ونخليها حتى تبرد تماما. بعد ما تبرد راح نمروا باش نديروا نكملوا التكميله تاع هذا الكريمه. نزيدوا لها المرحله الثانيه.
هنايا غطوها غير بكيس بلاستيكي باش ما ديرلناش هذيك القشرة اللي من الفوق وتيبس معانا. هذه الجينواز تاعي بعد ما طابت وبردت راح نجيب قطاعة هكا تكون على حساب ليفيرين اللي راح نديرو فيه المونتاج تاعنا تاع التحلية. ونولو الكريمة تاعنا. الكريمة انا استعملت جبت هذه الكريمة الطازجة اللي راكم تشوفوا فيها نسبة الدهون اللي فيها 35%. تقدري ديري فونديليس، تقدري ديري يعني تارينا ما ننصحكمش بها باسكو البنة تاعها انا ما تعجبنيش كاملة. كيما تقدري ديري محترف، يعني انا نخدم فونديليس ولا محترف. ولا هذه يعني صبتها بغيت نجربها لكن صراحة تطلع غاية، لكن الذوق تاعها زعما شوية صامتة ما عجبتنيش بزاف. المهم نخلطها كما راكم تشوفوا بدون اي اضافات، نطلعها بالباتور حتى اللي يطلع لي. كنت درت 400 غرام، العلبة فيها 200 نورمالمون 200 غرام، درت 400 غرام تاع كريمة طازجة. طلعتها بالباتور حتى اللي يعني تولي القوام اللي راكم تشوفوا فيه. جبت هنا الكريمه تاعي تاع الكريم باتيسير اللي كنا حضرناها، حطيتها في ريسيبيون وضربتها حتى اللي طلقت لي روحها كامل، وراح نزيد عليها هذيك الكريمه ونبقى نخلط حتى اللي نتحصل على الكريمه تكون خفيفه تكون بيضه ليس تولي تشوفوها يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيها. البنات هنا اللي تذوق الكريمه تاعها وتسيبها ناقصه حلاوه راح تزيدي لها ملاعق تاع سكر ناعم حتى اللي تحصلي على يعني كريمه يعني على الحلاوه اللي راكي باغيتها. واذا ما تبغيهاش حلوه بزاف راح يعني انا كانت معتدله ما زدت لها والو. نجو هنا للمونتاج تاع الكؤوس تاوعنا. كؤوس تقدري ديري كؤوس تاع زجاج عندك في الدار كما تقدري هذو اللي نشروهم من برا عادي. هنا البنات كنت قطعتها درت القاعده تاعي اللي هي الكريمه، راح نزيد عليها انا هنايا شربتها بليموناد البنات. هذه ليموناد، واللي تبغي دير سيرو يعني تخدم بالسيرو عادي. ديري كاس نص كاس تاع السكر مع كاس تاع ما شريحه تاع ليمون ديريهم يغلوا 5 دقائق ومن بعد تقلعيهم وتخدمي بهم. هنايا جيت درت القاعده الاولى درت البسكويت، الثانيه درت عليها وشربتها ومن بعد زدت الكريمه ومن بعد زدت شويه شوكولا طاغتيني وروحت هكاك حتى اللي كملت كامل الطبقات. نجو يعني نتيا لي كنتي تتحكمي فيهم. انا كانت عندي هذه مربى تاع الفراوله، كنت هذو خدمتهم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها ونكملها هكا. يعني وانتي اللي عندك خدمي بيه، يعني شوكولا اللي طلي خدمي بها عادي. تقدري ديري شوكولا طلي تقدري ديري. انا درت شوكولا طلي بيضاء ودرت بذوق البندق يعني درت نوعين. كي كملتهم البنات زينتهم بشويه تاع قرقاع وحبه تاع سيريز وكراميل اللي راكم تشوفوا فيها من الفوق توبينغ كراميل ماشي كراميل وحدها. نص درت له توبينغ والنص خليته كما هو. وهذه هي التحليه تاعي بعد ما كملتها يعني ما شاء الله قلتلكم الذوق تاعها بزاف بنين. مزيج بين يعني هذاك البسكوي فيه نكهة القهوة مع الشوكولا مع يعني مزيج بزاف 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 بنين. انا نتمنى تجربوا هاد الوصفة يعني بزاف بنينة وجربوها واللي عجبتها تخلي لي تعليقاتها. مبقى لي غير نقولكم نلتقي في وصفة اخرى. سلام.